يا اهلا وسهلا بكل عشاق الاكل المصري الاصيل. والنهارده ان شاء الله هنعرف المبتدئين طريقه المحشي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه احنا حطينا زيت ومعلقه سمنه، وهنحط البصله تدبل. احنا عايزينها تدبل بس ما تاخدش لون غامق عشان الطعم ما يكونش ايه، احنا عايزين الطعم يبقى مسكر، فيا دوب هي تدبل وبس. البصله اهي تبدا تدبل، هنضيف فصين توم. على فكرة يا بنات، اهم حاجة في البتنجان ندحرجه كويس قبل ما نقوره، ده بيخليه طري وسهل معانا. احنا كده بس ضفنا الثوم والفلفل، وادي شكل البصلة بعد ما دبلت، وهننزل عليها بمعجون الطماطم. وهنضيف معجون الطماطم عشان يعزز اللون والطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب نشوفها. وبكده نضيف عصير الطماطم. عصير الطماطم ده انا ضايفه عليه نص فلفلايه وفص ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بقى تغلي غلوتين، وبعد كده نوطي عليها تستوي براحتها. وبكده تسبيكتنا اتسبكت. مادام قلت التسبيكه والدهون ظهرت لفوق كده هي اتسبكت. هنضيف عليها بقى البهارات اللي هي ايه، ملح وفلفل اسمر وكزبره وشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى من التسبيكه دي كده طبق صغير عشان هنحتاجه بعدين. وهنضيف الخضره اللي هي البقدونس والكزبره والشبت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف الرز، واهم حاجه انه يكون متصفي كويس عشان ما يعجنش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. احنا قلبنا في الرز شويه لحد ما نشفناه شويه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه ما نملاش البتنجان، يعني على الاقل نسيب 2 سنتي كده من فوق اهو زي كده. نخبط البتنجانيه كده. والفلفل نفس النظام اهو. احنا بنعمل كده عشان الرز ياخد راحته. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبعد كده ضفنا شرائح الطماطم والبصل في الحله. ودي المرقه مغليه، هنضيف الطبق اللي كنا شايلينه بتاع التسبيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف السمنه. بسم الله. هنضيف على الحله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الصوابع عشان احنا مش عايزينه يتهري مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الصينيه دي هندخلها الفرن، هندخلها على درجه حراره عاليه، وبعد 10 دقايق هنوطي عليها. يدوب نص الصباع لسه شويه. ولفينا كويس بورق الفويل. وده الشكل النهائي للمحشي بتاعنا. وقولوا له ايه رايكم في الكومنتات.